السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بيان من السيد الباحث عمار زهر الجزائري ابن ولاية البواقي، بالضبط من بلدية عين بابوش. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وتمر أكثر من 18 سنة سائحا في ربوع المعمورة لطلب العلم والعمل. سنوات مضت بشقاوتها وعسرها ومرارة بعض أيامها، ولكن بنتائجها أيضا، والحمد لله. اليوم أمامي الخيار أن أواصل الحياة على هذا المنوال، محققا مشاريعا تقنية واختراعات ناجحة، أمارس الرياضة بانتظام، أسافر من حين لآخر لأزور أوطانا وأتعرف على شعوب وثقافات جديدة، وأواظب على طلب العلم حتى أن يأتيني الأجل. وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذا هو أسهل طريق. ولكن منذ طفولتي تعودت على مجابهة الصعاب، ورفع التحديات، تسلق الجبال وتحمل الأثقال. تعلمت أن لا أخشى وأن لا أهاب إلا من له الملك المطلق. وما يؤرقني، أن أشيخ يوما أو يأتيني الأجل على حين غرة وأتذكر أنه كان لي حلم ولم أجرؤ على تحقيقه. وحلمي هذا، أن أطبق مما تعلمته في مشوار الدراسي والمهني عبر أقطار المعمورة، لصالح الأرض التي عليها فتحت عيني لأول مرة، وعلى ترابها مشيت أول خطواتي. ففي هذا اليوم، أول نوفمبر، الموافق لذكرى رفع فيها رجال التحدي، وكسروا جدار المستحيل، ضحوا بالغالي والنفيس، من أجل قضية وحلم كان مناله يبدو مستحيلا. قررت أن أخوض غمار تجربة علمية، تقنية ومهنية في الجزائر عبر الأشهر والأعوام القادمة، لأكون قطرة في بحر علمائها، الذين يؤمنون أن المعرفة والتقدم كمثل مرآة مكسورة، كل منا يملك جزءا منها. فإن تم جمعها، اكتمل المشهد وتحقق المبتغى. رحلة ال1000 ميل تبدأ بخطوة، فعليك يا ربي توكلنا لنخطو أولاها، فإن أصبنا، فنفعنا العباد والبلاد، وإن أخطأنا فكان لنا درسا وتجربة جديدة، أما إذا حان الأجل قبل نوال المبتغى، فسيكون الوداع دون حسرة. سأوافيكم بإذن الله من حين الآخر بمستجدات هذا التحدي، فلا تنسوا الدعاء لنا بالتوفيق لما فيه خير وصلاح. عائدون. يتبع. مع المحبة والاحترام. عمار زهر. في الأخير عزيزي المشاهد، فضلا وليس أمرا، اشترك في القناة وفعل زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. جزاك الله خير الجزاء. إلى اللقاء.